مطبخك مقلوب. تعال نظبطه في يوم واحد. المطبخ عاوز يتنفض من كل حتة. طبعا بعد ترويقة الصالة خلاص كنا جعانين جدا، فكنت مطلعة لحمة عشان تفك. هنقطعها، هعمل لك كباب حلة سريعا كده. بصراحة بحسه حاجة سهلة وسريعة ان هي تتعمل في نفس الوقت، مش متعبة. يا دوبك هقطع اللحمة والبصل واحطهم على النار والدنيا تمام. حطيت السمنة، وبحب ادي اللحمة تشويحة كده عشان ما تجيبش مية وكده بس. وبعد كام ثانية كده بقلبها وبحط لها البصل، وبفضل اغطيها واكلها كل شوية، كل 5 دقايق اقلبها واتأكد منها واروح اريح شوية يعني. فاليوم كان متعب جدا، ما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة فيها شغل كتير بصراحة. جربوا حطوا لها حته جنزبيل كده رهيب. قلت بقى كمان في الحبه دول احضر الببرونه للبت الاف، عشان خلاص مش قادره اخلص الغدا وخلاص على كده ننام. ما كنتش مش هعمل مطبخ خالص النهارده، ما كنتش هعمل مطبخ، كنت يا دوب خلصت الصاله اللي خلصتها في 6 ساعات وبس. ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه تاني. حصلت ميستيك صغيره، نسينا الحله اتحرقت من تحت. الحمد لله رحت مغيرها في حله جديده، والحمد لله الطعم زي ما هو مفيش حاجه. كل شويه بنقلبها. انا بحب الصوص كتير فبزود البصل وبسيبها وقت اطول، وبزود لها كل شويه بق ميه عشان تبقى كده جوسي وجميله. نعمل الرز يلا. طبعا انا من النوع اللي ما بيعرفش يعمل حاجه غير بمقدار، بالذات الرز لازم كذا كوبايه رز يبقى كذا كوبايه ميه. مش زي مامتي انا في الحوار ده. مامتي ما شاء الله عليها خبره في اللي هي تقدر الحاجه بدماغها. اللهم لك الحمد، اكلنا بالسلامه. وبس منظر المطبخ ما خلانيش ان انا اقدر انام. قلت لا خلاص يعني بالمره اخلص. اللي هي ضربه واحده كده. في مذيب دهون، كان يعني هجربه لسه. بنحطه في البتاعه دي، نحط عليه 9 بتاعات ميه زيه. ومش عارفه بقى هو المفروض يتعمل قد ايه لغايه اما يجي جوزي ونعرف هي بيتعمل قد ايه. اكتر فقره بحبها بقى في المطبخ اللحظه اللي انا بشطف فيها المواعين دي. طبعا انت تحاولي تغسلي المواعين بنظام عشان ما تتعبكيش. انا بحب كده النظام، ان انا اغسل كوبايات وبعد كده الاطباق بعد كده الحلل بتاعتي تلاقيها مرصوصه كده فما بتتعبنيش. بحطها كلها في الحوض واشطفها كلها مره واحده. بتسهل عليا الشطف ودي يعني بحبها جدا. بحب اللحظه دي جدا جدا جدا. انا بصراحه قصدت ان انا يعني ما اشيلش الصوت بتاع الالاف وهي بتعيط. انا عارفه ان هو صعب جدا، بس عشان تشوفوا احنا بنشتغل تحت ضغط ازاي. بس خلصت كده وابتديت ان انا اروق زي ما انتوا شايفين الدنيا. غسلت برضو الميكروويف وغسلت الفرن جنبه، بس في السريع من بره كده. قلت بقى لغاية لما مذيب الدهون ده يتعمل بعد كده نغسلهم غسلة كده محترمة من جوه مع بعض. مش عارفة ايه اللي طرطش كده في دولاب المطبخ وفي البوتاجاز. كان في كوارث. جوزي كان لوحده بقاله شهر، وكانوا ضيوف برضو اطفال وكده. يعني المطبخ كان اخف قدر، ما كانش متبهدل خالص يعني. بس اهو، بس كل حاجة كانت محتاجة تتنضف، وانا قلت استغل بقى عشان رمضان كمان. ياه، بعد المفرمة اللي احنا كنا فيها بحب اللحظة دي جدا، لحظة الترتيب ولحظة الروقان ولحظة ان احنا كده خلاص ابتدينا نخلص. هنا كنت بغسل الفرن، فضيت التلاجة وغسلتها من غيركم بصراحة. مش عارفة ازاي عملت كده، بس معلش المرة الجاية. هنا دي كانت شوية حاجات للخزين. حماتي وجوزي الله يبارك لهم جابوهم لي وانا مسافرة. حطيتهم وابتديت بقى ان انا اروق المطبخ واروق دي بتقولوا عليها ايه. لقيت منظر كمان الفيشه. بصوا صعب جدا. هي شقه كانت متأجره، فانا مش عارفه هما ازاي عملوها كده. وانا بخاف من الكهرباء اصلا. ما شفتوش اللحظه اللي طفى فيها النور دي انا قلبي كان هيقف. صبنت التلاجة برضو من بره كده وظبطتها وغسلت البوتاجاز وخلصته. كان
يوم مرهق. انا هنا كده خلاص طاقتي ابتدت ان هي تروح. انا اصلا عندي آه التهاب في العصب، فاختناق كمان، ما بقدرش ان انا امسك وادعك وافرك كتير. وكمان عندي اليومين دول بتعب جدا، اجي اقوم الاقي نفسي بنهج وقلبي بيدق تعبانه جدا بصراحه. خلصت البوتاجاز كده باخر نفس واخر طاقه كانوا موجودين عندي، غسلتهم كده اللي هو عدي من وشك بسرعه بسرعه لغايه ما ان شاء الله مذيب الدهون يظبط، ونغسلهم غسله جامده كده برضو مع بعض، هو والفرن والميكروويف. في اخطاء كده بتحصل بتخليني انا كنت بعيط بجد. انا فضلت مكمله الباقي وانا بعيط لانه قلبي وجعني. ما بيبقاش بعد كل التعب ده جاك اعمل تاني من اول وجديد. يلا الحمد لله خلصنا على خير. هي بقية الحاجات، بقية المعارك دي، انا العلبة كانت فيها صوص ومش هين عليا ان انا ارميها، قلت هتفيدني في حاجة تانية، بس هي غلسة مرضتش ان هي تتفتح معايا. غسلت شوية الحاجات اللي طلعت من المعركة، اللي من التلاجة واللي من الرخامة. هنا حاولت بالسكين، قلت اجرب، بس في النهاية برضو ما نفعتش، رميتها في الزبالة. اديت المطبخ كنسة كده ومسحة على السرير بترقص مع المروحة. والحمد لله اخيرا خلصنا. الله على ريحة النظافة، والله على الاحساس الجميل. حطيت بقى شوية الحاجات اللي احنا كنا شايلينها بتاعت السفرة، حطيتها في الغسالة، اديت لها دورة غسيل وخلصت الحمد لله. استراحت بقى محارب لبكرة، لما نشوف بكرة هنعمل ايه تاني ان شاء الله. خلاص انا كده خلصت 90% تقريبا، واشوفكم في فيديو تاني.